6 ساعات من القاهرة لتونس، و6 ساعات زيهم من تونس للقاهرة. شفت أم كلثوم وهي بتلتقي بجماهير الشعب التونسي وهم بيقابلوها وكأنها قطعة من قلوبهم. شفت السيدة أم كلثوم سفيرة الفن العربي في العالم وهي بتغني الملايين من أجل المجهود الحربي. غنت الأطلال أنت عمري، فكروني، بعيد عنك. وشفتها أيضا وهي بتقلد بأكبر وسام للجمهورية التونسية. وشفتها وهي كمان بتفتتح شارع أم كلثوم. وقريت كل الصحف اللي بتصدر في تونس واللي كتبت عنها، وحسيت فعلا ان أم كلثوم هي الفنانة الوحيدة اللي يمكن ان تمثل عظمة مصر في الكرة الأرضية كلها. سيدتي سادتي، لقائنا مع سفيرة الفن العربي السيدة أم كلثوم. أهلا وسهلا. أهلا بك. عايزين نعرف شعور سيادتك من أول ما دخلتي مطار تونس وشفت الناس وهم بالشماسي والمطر نازل عليهم، وشفت الزحمة الكبيرة وهم واقفين كأنهم بيسمعوكي. عاوزة أوصف لك شعوري أنا؟ والله ده شعور ما أقدرش أوصفه، لأني طبعا كنت سعيدة جدا بلقاء شعب التونسي، وكنت فخورة به كشعب عربي بيقابل إنسانة برضو من قطر الشقيق عزيز عليه. ده اللي حسيته في لقائي لأول وهلة في المطار بالشعب التونسي. وطبعا مش قادرة ألاقي الكلمات اللي أقدر أرد بيها على هذا التكريم إلا بالشكر والحمد لله. الحمد لله. أنا لاحظت في غنوة بعيد عنك أن حضرتك قلتيها كلها بلحن جديد، لدرجة أن الناس في تونس قالوا أن أغنية بعيد عنك التونسية. طب كويس، ده يعني حاجة تسعدني. تنصحي حضرتك المطربين والمطربات الناشئين أنهم يتصرفوا في اللحن ولا يلتزموا؟ ده حسب مزاج الفنان. إذا كان يعني عاوز يتصرف في حدود اللحن، أو يسيبه زي ما يعجبه، يعني ده حاجة مش مفروضة يعني. حسب مزاج الفنان ولا حسب مقدرته؟ زي ما تقولي بقى انت. معرفش. انت أعظم فنانة غنيتي للحب، عايزين نعرف أعظم حب في حياتك. أعظم حب في حياتي هو الحب مش لحاجة واحدة. الحب للوالدين، الحب للعائلة، حلقة مفرغة، الحب للوطن، الحب للأصدقاء. الحب مش لحاجة واحدة أبدا. الناس كلهم سمعوكي وانتي بتقولي وعزة نفسي منعاني، فهل الحب بيخضع لعزة النفس في رأيك؟ طبعا. إن ما كانش المحب عنده عزة نفس ما يتحبش. أي جمهور يرضيكي أكتر؟ الجمهور الصمت اللي بيسمع هو ساكت، ولا الجمهور المشتعل بالحماس؟ كل واحد بيعبر بطريقة. في واحد يسمع ويعبر بالصمت، وفي واحد يسمع ويعبر بالكلام وبالتصفيق. كل واحد حسب يعني مزاجه، وانا بحبهم هما الاثنين. يعني في رأيك الشعب او الجمهور المستمع التونسي جمهور صامت ولا جمهور متحمس؟ انت اللي شفتيه بقى، انت اللي تقولي. انا شفته كان بيقلع. طب خلاص. عايزين نعرف ايه علامات رضاكي وعلامات غضبك. يعني ايه؟ عاوزه تقولي ايه؟ عايزه اقول لما بتبقي راضيه بتتصرفي ازاي، لما تبقي متضايقه بتتصرفي ازاي؟ ده الحاجات دي الناس هي اللي تقول عليها، لان الواحد لما بيبقى غضبان ما بيعرفش بيقول ايه، وايضا لما بيبقى فرحان ما بيعرفش بيعمل ايه. يعني هي عاطفه واحده، يعني الضحك والبكاء هي احاسيس واحده. اللي بيقدر يشوفها الغير، مش الشخص اللي بيكون في المشكله.
حضرتك بتلاحظي على كلمات الأغنية قبل ما تغنيها إن في كلمة ما بتتغناش، ده معناه إن صورة الأغنية بتبقى في ذهنك قبل ما تتلحن؟ ما بتتغناش ازاي يعني؟ يعني يعني زي ما بيقولوا في حاسة سادسة عن حضرتك، هتعرفي إن الكلمة دي مش هتقدري تغنيها أو ما تتلحنش أو ما تتقالش. بس يمكن ما كنتش فاهمها يعني. ده تواضع. اتعودتي إنك تقدمي في كل موسم ملحن جديد ومؤلف جديد، مين الجديد السنة دي؟ انا مش تعودت. اذا كان في ملحن جديد يبقى اهلا وسهلا، يعني مش انا بقدم المواهب هي اللي بتقدم نفسها. السنة دي في اظن مؤلف جديد من لبنان. اللي هو مين؟ يعني مش حاضرني اسمه بقى، يعني بكرة تقري اسمه. في وحدة بين الأغاني الفلكلورية اللي حضرتك سمعتيها في كل البلاد العربية اللي زرتيها وبين الأغاني الفلكلورية المصرية؟ ده في وحدة في كل حاجة، في العادات وفي التقاليد وفي الأكلات وفي كل حاجة. فالأغاني الشعبية بتاعت تونس والمغرب ولبنان والكويت والحتت دي كلها تقريبا واحد. وده يدلك على أن الشعوب العربية كلها مرتبطة بلغة وبعادات وبتقاليد واحدة فعلا، وفي المقدمة تقريبا الدين. عايزين نعيش معاكي يوم من الأيام اللي بتلتقي فيها بالجماهير. تعيش معايا يعني تيجي تقعدي في بيتي كده من أول غصب عني كده وتشوفي كل حاجة. الكلام ده بقى تسألي عنه إحسان. تقول لك بقى أنا بصحى إمتى وبفطر إمتى وباكل إمتى بس. يعني بتاكلي إيه في اليوم؟ أكل أكل عادي خالص. عادي خالص. بتنامي كام ساعة في اليوم قبل الحفلة؟ يعني الواحد يقول أنا هنام كام ساعة ولا ساعات ينام وساعات ما يقدرش ينام يقلق. بتحب الجمهور أكتر ولا فنك أكتر؟ بحب الجمهور وبحب فني عشان أسعده بيه، إذا كان يعني ده يسعده. طبعا. أهم وجبة بالنسبة لك؟ وجبة إيه؟ وجبة أكل. يعني بحب إيه؟ إحنا بنتعرف على أم كلثوم الإنسان. أقول لك بصراحة بحب الأكلة الممنوعة. الممنوع مرغوب فعلا، صحيح. طب عايزين متهيألي ده مش سؤال مني أنا بس، ده من كل السيدات اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي ويشوفونا، عايزين يعرفوا سر رشاقتك. ده يعني سؤال أشكرك عليه أولا، وثانيا يعني رشاقة أنا مش شايفة إن أنا رشيقة. بس إحنا شايفين الستات كلها. يمكن عشان إن أنا مثلا بمشي ساعة في اليوم ضروري، وإني ما بقدرش أكل لدرجة الشبع، بقوم كده وأنا لسه يعني عاوزة أكل. فعلا دايما يقولوا الواحد يقوم نص بطن نص معدة علشان. لا، هو 3/4 مش نص. أقرب آلة لنفسك؟ آلة موسيقية؟ أي. كلهم لما يكونوا حلوين، لكن الآلة اللي بتأثر هي الباكية، الناي. وهو طبعا أول آلة موسيقية إنها حتة غابة بسيطة وبتطلع أصوات يعني طبيعية. يعني حضرتك ميالة للآلة الحزينة دي؟ لا، مش ميالة لها يعني باعتبار إنها حزينة، لا، باعتبار إنها معبرة. دخلتي على الفرقة الجيتار والأكورديون والساكسفون والبيانو، وإيه الجديد هنسمعه كمان؟ لسه مش عارفة. بالنسبة للأغنية اللي جاية في آلة جديدة فيها؟ ده يقرره الملحن حسب التلحين، يعني حسب اللحن نفسه. طب عايزة أسأل حضرتك سؤال. الطيارين بيحسبوا مستقبلهم بعدد الساعات اللي قضوها في الجو. كم ساعة قضيتيها في الجو من أجل رسالتك النبيلة العظيمة دي؟ ده عاوزة بقى عاوزة حساب.
يعني نقدر نقول مش عارفة تقدري انت تقولي مثلا من القاهرة للمغرب كم ساعة؟ اسألي بقى شركات الطيران. يعني بعد ما تخلص حديث ممكن انا اعمل تعملي بقى الإحصائية دي وبعدين تذيعيها. طب في رأي حضرتك الأغنية هل يجب أن تأخذ شكل معين في المرحلة اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ زي ايه يعني؟ يعني هل المفروض ان احنا نسمع جنب الأغنية الوطنية الأغنية العاطفية أيضا، ولا ينحصر سماعنا على حاجة معينة في إطار معين؟ لا، يعني أنا رأيي احنا مش مسألة ان احنا نلغي العاطفة أبدا. يعني الأغنية العاطفية لها مكانتها، وبعدين أغاني المناسبات أيضا لها مكانتها، بس في حيز ضيق جدا. يعني ما اقدرش اقول لك ان تبقى الاغاني كلها وطنيه، ما اقدرش اقول لك ان كل الاغاني طبعا تبقى كلها عاطفيه. في اغاني الوصف، وفي اغاني توصف البلد وجمالها، وفي اغاني بتوصف حب الوطن، وفي اغاني للحب نفسه. يعني في حاجات، يعني لازم يكون في مجموعه من المشاعر، لا نختصر على واحده بس. رحلات حضرتك بعد كده هتكون فين وفين؟ ان شاء الله هتكون في لبنان، وبعد لبنان ان شاء الله هتكون في الجزائر، وبعدين في العراق والسودان، وبعدين اظن مش عارفة ليبيا. احنا يا فندم بنشكرك جدا، وبنتمنى النجاح دائما في كل رحلة بتقوم بيها من أجل المجهود الحربي. وسيدات سادتي، ده كان لقائنا مع سيدة الغناء سفيرة الفن العربي السيدة أم كلثوم، اللي ألهبت أحاسيس الجماهير في كل مكان بتزوره. غنى لها الشاعر شاعر تونسي وقال: الحرف يغزو اللا نهاية عندما تضفي عليه قداسة شفتاك، فكأن في لغة العروبة حاجة دخل الزمان بها فجاء هناك.